السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله كده تكونوا دايما معانا بصحة وسعادة وسلام. النهاردة بإذن الله جاية لكم بفيديو جديد. زي ما وعدتكم ان احنا ان شاء الله هنعمل مع بعض سلسلة فيديوهات عن الاكل الدايت الصحي المفيد، قليل الدهون او بدون دهون خالص، لصحة افضل، لحياة افضل، لوزن افضل. كل حاجة هتبقى كويسة. معدتك هتبقى احسن، قولونك، كوليسترولك، دهونك، كل حاجة في جسمك هتتظبط. جايلك النهاردة بوصفة خفيفة وسهلة، مش تاخد منك اي وقت. جايلك النهاردة بوصفة الكبدة المشوية بدون اي اضافات دهون. هنصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام كده وهنبدأ. معانا هنا نص كيلو كبدة شوي. انت بتروحي للجزار او اللي انت بتتعاملي معاه تقول له عايزه كبده شوي، عشان هي ايه، هو بيبقى مقطعها ليها قطعيه معينه. هتجيبي الكبده بتاعتك وهتبداي ايه، تعملي احلى تتبيله هتتحط عليها. هتجيبي بصلايه متوسطه وحبيتين من الطماطم، هتضربيهم في الكبه بتاعتك، البصلايه المتوسطه مع حبيتين الطماطم مع 5-6 فصوص توم. وتحطي بقى معلقه الخل، ليمونه، ملح، فلفل اسمر، رشه شطه، رشه كزبره، رشه كمون. كل دوا بتحطيه مع البصل وحبيتين الطماطم في الكبه بتاعتك، وبتبداي تضربيهم، وبتبداي ايه بقى تصفيهم في مصفى كده. هو بتصفيهم علشان التفل بتاع البصل والطماطم ما يبقاش معاكي في التتبيله. وتبداي بقى ايه، تنزلي عليهم على الكبده بتاعتك. تحطي عليها التتبيله، بتسيبيها في التتبيله اقل حاجه ساعه. اقل حاجه تسيبيها في التتبيله، تحط في تتبيلتها كده وتبدا تشرب كل التتبيله. اقل حاجه ساعه، عايزه تسيبيها اكتر من كده 2-3 براحتك، بس هي اقل حاجه ساعه انجازا للوقت. وهي طبعا بعد ساعه تبقى تحفه وتبقى شاربه التتبيله وجميله. هتحضري بقى الجريل الحلو بتاعك، ومعانا طبعا الليمون زي ما قلت لكم، وهنا برده معصور عليها ليمون، ومعصور عليها ليمون مع البصلايه وحبايتين الطماطم. وان شاء الله هسيب لكم المقادير والبهارات وكل حاجه في صندوق الوصف. دلوقتي كده هنسمي الله حبايبي، وهنبدا نشغل البوتاجاز بتاعنا عشان نسخن الجريل بتاعنا او الشوايه بتاعتنا. تبداي تسخني الجريل بتاعك كويس جدا جدا، علشان انت ما تنسيش ان احنا مش حاطين اي ماده دهنيه، حاجه خفيفه وصحيه ومشويه كده وطعمها تحفه. زي ما قلت لك تابعي معايا سلسله الفيديوهات، هعمل لك احلى الاكلات واحلى الوصفات. هتاكلي وهتشبعي وهتخسي من غير ما تحسي. زي ما اتفقنا كده كلنا هنتغير، وكلنا كده هنتبع عادات صحيه وسليمه مع بعض، لحياه افضل، لصحه افضل، لجسم افضل. كل حاجه معاكي هتتغير وهتبقى للافضل. اللي مشتركش يا حبايبي في القناه بقى يشترك ويفعل زر الجرس عشان يصلكوا كل جديد من قناه وصفه ومعلومه لمامة جودي وانس. دلوقتي كده حبايبي الجريل بدأ كده يسخن معانا. هتبدأي بقى ايه كده، سمي الله كده، ونبدأوا بقى ايه. بصي كده الجريل بتاعنا بدأ يسخن معانا. انت برضو لو عندك حاسه ان الجريل بتاعك بيلزق فيه الحاجه، ممكن ترشي، بس ترشي زيت، يعني مش هتحطي زيت، لا، مجرد بخة زيت، رشه زيت صغيره على الجريل، عشان الجريل بتاعك ما يلزقش فيه الحاجه، ما يلزقش فيه الحاجه اللي انت بتشويها، يعني الكبده بتاعتك ما تلزقش وما يتعبكيش في التنظيف. زي رشه كده خفيفه على الجريل بتاعك. هنسمي الله كده ونبدا ننزل. بصي بقى لما الجريل يسخن بتسمعي بقى صوت ايه، احلى طشه لاحلى كبده مشويه. هتبداي بقى كده تنزلي. ريحه التتبيله بقى تحفه، التتبيله جميله. عايزاكي بقى تجربي الوصفات بتاعتي وتقولي لي ايه رايك في الاكل الصحي اللي ما فيهوش دهون، ده قليل الدهون خالص، الاكل الدايت الصحي الخفيف اللي هيفيدك ويفيد افراد اسرتك. بصي بقى احلى كبده، احلى كبده مشويه هتاكليها باحلى تتبيله. يلا بقى عايزاكي كده تجربي اكلاتي ووصفاتي، واللي مشتركش في القناه يشترك عشان ان شاء الله اوعدكم كده بفيديوهات وسلسله فيديوهات تحفه. هتاكلي في الرجيم زي ما قلت لك، الرجيم مش حرمان، الرجيم او الدايت اسلوب حياه، اسلوب حياه. مش مهم ان احنا هناكل ايه،
مش مهم احنا هناكل ايه، بس المهم ان احنا هناكله ازاي وبطريقه ازاي. اهم حاجه الطريقه، نقلل الدهون، تقنين الكميات زي ما قلت لك. مش مهم انت هتاكلي ايه، بس المهم ان انت هتعمليه ازاي وهتقللي دهونك فيه ازاي. هنبدا كده حبايبي نغطي مع بعض الجريل بتاعنا، عشان زي ما اتفقنا ان البخار هيساعدها انها تستوى. بصوا بقى كده حبايبي، هنبدا بقى نقلب الكبده بتاعتنا على الوش التاني كده. هي خدت لون من تحت، هنبدا كده ايه نقلب كده على الوش التاني. بصي بقى سامعه، شايفه بقى تحفه، ريحه التتبيله قلبة الدنيا. زي ما قلت لك تابعي معايا، مش هحرمك من اي حاجه، هتاكلي معايا كل حاجه طبعا مع تقليل الكميات، وهتخسي من غير ما تحسي. اكل صحي ولذيذ ومفيد وجميل وسهل في نفس الوقت. انتي ما وقفتيش كتير في المطبخ ولا تعبتي نفسك ولا اي حاجه. حاجه صحيه ليكي ولافراد اسرتك، حاجه كده تحفه يعني. بصي بقى السوا بتاعها، شايفه؟ نفسي كنتوا تبقوا معايا عشان تشموا احلى ريحه لاحلى كبده مشويه للدايت. دلوقتي بقى هنبدا نطلع معانا الكبده. اول كده حاجه حطيناها هنبدا نطلعها مع بعض. بصي بقى السوا بتاعها عامل ازاي، بصي الجمال. بصي بقى شكلها عامل ازاي، مشويه كويس جدا، واخده لون معانا، وريحه التتبيله تحفه قلب الدنيا. عايزاكم بقى تجربوا وتبداوا كده. يلا بقى نبدا مع بعض الدايت، يلا علشان ايه نوصل كده للجسم اللي احنا عايزينه، والصحه افضل زي ما قلنا مع بعض كده. الصحه افضل والحياه افضل. هنبدا بقى كده ننزل ايه ببقيه الكبده بتاعتنا. عايزه اقول لك بقى الريحه ايه قلبة الدنيا. ودلوقتي بقى كده هنبدا نطلع الحبه اللي حطيناهم تاني. هنبدا بقى نطلعهم تاني على الحبه الاولانيين. هنبدا بقى الاول نقلب الكبده، هنبدا نقلبها كده مع بعض زي ما عملنا في الاولانيين. هنعمل في دول كده كمان، تضمني سواها من تحت ومن فوق. تقلبي كده على الوش التاني. التتبيله دي ان شاء الله كده هتعتمديها في المشاوي عندك، تبقى حلوه جدا. تبداي كده برضو تغطي الجريل بتاعك، عشان البخار اللي طالع ده بيساعد على التسويه ويخلي الحاجه معاكي جوسي وحلوه محتفظه بالسوائل بتاعتها كده. دلوقتي حبايبي بقى كده هنبص على الكبده بتاعتنا. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه بقى والدخانه طالعه باحلى ريحه. اكل صحي ومفيد هينفعك للدايت، وحاجه خفيفه حلوه ليكي ولافراد اسرتك. نبدا بقى ايه نسمي الله كده ونبدا نطلع الكبده بتاعتنا.
دلوقتي حبايبي الكبده بتاعتنا استوت، احلى كبده مشويه للدايت للرجيم بتاعنا. هتاكلي وهتشبعي، واكل صحي ومفيد وطعمه تحفه وريحته تحفه. معانا مفيش حرمان، معا للتغيير، لصحه افضل، لوزن افضل، لحياه افضل. طبعا دي بتتقدم حبايبي مع طبق سلطه حلو جميل. طبق السلطه ده بتاعنا عباره عن طماطم وخيار وبصله صغننه متقطعه شرايح صغننه، وفلفل كوبي متقطع شرايح، عليها عصره ليمونه ونقطه خل، وتاكلي احلى كبده مشويه جنب طبق السلطه. اكله تحفه ومشبعه. اكله تحفه ومشبعه وجميله. اتمنى تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتات رايكم، واللي مشتركش بقى في القناه يشترك علشان ان شاء الله تشوفوا معايا سلسله الفيديوهات اللي زي ما وعدتكم. هتشوفوا احلى واحلى، وهتشوفوا اكلات للدايت صحيه ومفيده. هتاكلي وهتشبعي وهتخسي من غير ما تحسي. وعايزه بقى تفاعل على الفيديو، لايكات كتير. عايزاكي تبقي اخت من اخواتي كده، وتكبر عيلتنا بيكي، وكلنا مع بعض هنتغير، وكلنا هنبقى الحياه افضل، لوزن افضل، لصحه افضل، لطاقه افضل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.